وعدى البحر ورحت وشفت الجحيم، وهي عميقة جدا وكلها ظلام وريحة نتنة، والناس عمالة بتصرخ بصوت عالي. أنا اتولدت باسم رمزي حبيب عوض في يوم 25/6 عام 1931 في بلد اسمها جهينة بسواتش. كان والدي إنسان طيب جدا، رباني أنا وأخواتي في محبة ربنا. والدتي كان اسمها رحمة، كانت ست طيبة وقديسة لكن انتقلت السما وأنا عندي حوالي 5 سنين. جدي لأمي كان رجل تقي، كان يشيني وأنا صغير ويلف بيا الكنيسة ويقول ده يكون جمص كبير قوي. من صغري كان قلبي مع ربنا لكن ما كنتش شفت رهبان أبدا. وفي يوم لقيت رصة كبيرة قوي في البلد والناس بتقول الحقوا، في راعب ماشي على المي، في راعب ماشي على المي. والراعب ده كان جاي من الدير يعمل قداس في الكنيسة وكان لازم يعدي للشط التاني، وصاحب المركب طلب منه فلوس والراعب ما كانش معاه، فقال له خلاص مش هركب. وطلع الراعب منديل وفرشه على المي وطلع فوق المنديل وعدى البحر وراح للكنيسة اليمة التانية، ولما لقاها مقفولة رشم الصليب والباب اتفتح وصل القداس وخرج. وطبعا كل البلد كانت ماشية وراه، ماشية حوالي 30-40 متر واختفى. وانا اتوثقت جدا باللي حصل لي، وكان اول مرة اشوف راعب. ولما سألت اخويا عن الراعب ده قال لي ده واحد من الاباء السواح. ومن الوقت ده كنت اروح على الجبل جنب بلدنا وصلي واخد معايا شمع كتير وكبريت والكتاب المقدس واقعد مع ربنا بالساعات في خلوة كاملة. واصبح احلى وقت في حياتي هو اللي اكون فيه مع ربنا انا وهو وبس. وانا بصلي بالليل في الجبل لقيت شخص بيتحرك وجاي ناحيتي، بصيت لقيت راجل عجوز ودقنه بيضة، لكن انا ما خفتش، بالعكس لقيت فرح كبير في قلبي. قرب مني وقال لي انا لمبا انطونيوس، رجيت لك عشان تترك العالم الفاني. قلت له ازاي؟ قال لي روح اترع بن في ديري وكون لي يا ابن. فنزلت بسرعة من على الجبل ورحت على بعطرف لعكت له. قال لي صلي يا ابني. قررت اني اهرب واروح الدير، وفعلا هربت ورحت على مقر دير الانبا انطونيوس، لكن لقيت والدي جه وزعق بصوت عالي وانا حسيت اني هعمل مشاكل الدير فخرجت معاه. لكن بعد فترة ابن عمي انتقل للسما، وفي وسط مشغولية الناس والدي بالموضوع رحت تاني على الدير. كان لازم نركب جمل لمدة 4 أيام في الصحراء، وانا كنت فرحان جدا وبقول ترنيم، وكانت الجمال ماشية مبسوطة جدا من الألحان والترنيم. وصلت الدير وسكت قدام باب الدير، وبعد لما ضربت الجرس فتحوا لي الباب واخدنا ابونا وغسل رجلي وانا كنت ببكي وهو بيعمل كده من كتر كسوفي. وبعد عرفت على الكنيسة وسجدت وصليت واخدنا ابونا بعدها على الميدة واكلت وشربت واعطاني جلاية استريح فيها لحد ميعاد التسبع. وفعلا قمت وحضرت معهم التسبع، وتاني يوم قابلت رئيس الدير وقال لي امتحنوا انفسكم. من وقتها لبست الجلابية البيضة وتعلمت كل حاجة في الدير، حبز العيش والقربان والطعي، وشاركت في بناء السور. وبعدها اترسمت راهب، وده كان في يوم 28 ديسمبر عام 1955، وده كان على قد ابونا لوجا الانطوني الكبير باسم ابونا انجيلوس الانطوني. وانا كنت فرحان جدا اني بقيت راهب من اولاد الانبا انطونيوس، فكنت احب كل اخواتي الرهبان كلهم يحبوني. وكان رفيق رهبنتي ابونا القميص سليمان الانطوني، كنا مع بعض طول الوقت لحد وقت نياته. وبعد وقت صغير ربنا سمح لي واخدت نعمة الكهنوت بنفس اسمي وخدمت في المربس، وكان كل يوم يعطوني كمية دقيق اعمل منهم العيش والقربان. ولما التانية ربيت الدير ومسك واحد تاني جه يبص على المخبز فرجاني عمل عيش كتير قوي، فقال لي ايه ده كله؟ قلت له ده خير ربنا والانبا انطونيوس، اي حد بيجي لازم ناكله. فقال لي طب خلاص سيب المخبز. وجم اخواتي روبان تاني واخدوا نفس كمية الدقيق، لكن عملوا العيش ما كفيش حتى الروبان تاكل،
فجابوني تاني وقالوا لي انت كنت تعمل ايه؟ قلت لهم ابدا، انا كنت كل يوم احط الدقيق في ايد ربنا يسوع واقول له بارك يا رب، وهو كان بيبارك وليش كان بيكفي الرهبان والضيوف والفيت كمان. وفي عام 1957 رحت انا وابونا سليمان ندرس في مدارس الرهبان ده هلوان 3 سنين. وفي الوقت ده اتعرفت على البابا كرولوس السادس وأصبح في محبة كبيرة جوي بينا، وقداسته رشعني العمل الأسقفية كذا مرة لكن كنت بعتذر. وفي عام 1963 لقيت قداسة البابا كرولوس بيطلبني أخدم في القدس مع لامدا فاسيليوس، وقال لي لو تابت ارجع. بدأت أستعد للسفر أنا وأبونا سليمان الأنطوني، وقبل ما أسافر لأورشليم قالوا لي في الدير لازم تروح تزور أهلك. رحت وسلمت على والدي واخواتي وجات البلد كلها تسلم علي، ومن بينهم كان في صديق قديم لقيته بقى قسيس بروتستانت وقال لي لازم تيجي وتزورني في بيتي. رحت ولقيته هو وزوجته بيتهجموا عليا في الكلام بطريقة صعبة جدا لحد الساعة 3 الصبح، وبعد كده سبتهم ورحت وكنت بصلي من اجلهم. وبعد نص ساعة لقيته بيحبط جامد جوي عليا في البيت وقال لي ان الست العذراء ظهرت له هو ومراته وقالت له انه لازم يبقى ارثوذكسي. وفعلا احدته على الكنيسة وعمدته هو وزوجته، وانا في القداس ظهرت الست العذراء فوق الكنيسة وكل البلد جت تشوف، وفقت على الروح القدس نور قوي جدا ظهر في الكنيسة، وكان فرع كبير جوي في الكنيسة. وبعدها سافرت على القدس انا وابونا سليمان، والرهبان العباش هناك كانوا بيداجونا كتير. وفي يوم واحنا طالعين من كنيسة الجامع لقينا واحد ضخم جدا وقع ابونا سليمان في الارض، وكان معاه سكينة عايز يضربه بيها. وساعتها ربنا اعطاني قوة مش عادية وقدرت اشيل الراجل الضخم ده كله وارميه بعيد. فخاف الراجل وطلع يجري. وفي مرة تانية وده كان في وقت حرب 67 جالي قائد عسكري ومعاه مجموعة من العساكر وضربوني وكسروا أولى من سلسلة ضهري، وكنت بعاني إني ألام منها لحد يوم انتقالي للسما. وأنا في القدس جه أبونا بشوي كامل زيارة وكان عاوز يصلي لوحده في كنيسة الجامع على القبر المقدس. فأنا قلت له ما ينفعش يا قدس أبونا، قدسك ما تعرفش عواد البحور ولا في كنيسة الجامع ومغارة الصليب، فقالت بصلي معايا انت يا قدس ابونا. فقلت له حاضر، وفعلا صلينا مع بعض وهو بيقول بمسراتك يا الله املأ قلوبنا. لقيت كترة نور تنزل عليه. بأمانة يا اخواتي ده اللي حصل. رحت شادد الست وقلت له انت قديس ولا سايح؟ ابونا بشوي كامل كان قديس عظيم. وفي يوم جالي شخص فلسطيني وهو بيقول عاوزينك ضروري، ورحت معاه وداني في نهارة فيها حوالي 1200 جندي مصري مستخبيين تحت الأرض، وقال لي شوف ازاي ممكن ترجعهم مصر. دول لو إسرائيل شافوهم هياخدوهم أسرى. قعدت أصلي وأطلب من ربنا أتصرف ازاي يا رب. لقيت واحد بيقول لي إن دول لازم يلبسوا لبس عادي ويروحوا الأول في الأردن وبعدها على مصر. وقلت له حاضر ربنا يا بابا. وأنا رحت استلفت 200,000 دولار من الكنيسة الأرمنية علشان اجيب لهم لبس، وعط كل واحد فيهم فلوس في يده يعرف يروع بيها على مصر. وبنعمة ربنا حركت 5 جنود لحد آخر 5 جنود سافروا كنت أعطيهم الفرحة، وقعدت أسدد في الفلوس دي اللي استلفتها أكتر من 7 سنين. وأول لما نزلت على مصر لقيت الرئيس عبد الناصر مستقبلني بوفد عسكري بيرحب بيا وبيشكرني على الخدمة الجليلة الوطنية اللي قدمتها لجنود بلدي مصر. ومرت الأيام ووافقت كان نفسي أشوف الجحيم والفردوس. ساعات أصلي وأطلب من ربنا بشفاعة الست العذراء إني أشوفه. ففي يوم جات الست العذراء وقالت لي تعالى معي، ورحت وشفت الجحيم وهي عميقة جدا وكلها ظلام وريحة نتنة، والناس عمالة بتصرخ بصوت عالي وبعدها قعدت الست العذراء على الفردوس، وكانت حاجة جميلة جدا ما لم تروى عين ولا تسمع به أي أذن. وشفت داود النبي ولام بنطونيوس وبولس الرسول. وقالت لي الست العذراء إنك هتصبح أب لرهبان كتير وهتبني دير ماري بكتر. وبعد كده رجعت تاني على الأرض وقعدت في القدس
11 سنة ده كان عام 1974. رجعت على بوش مجر الدير، وكانت نفسيتي تعبانة جدا من كل حاجة حصلت. فقعدت في القدس 11 سنة وبعدها رجعت. وفي يوم وانا بصلي لقيت امي العذراء ومعاها الانبا انطونيوس وابونا مرقس الانطوني قدامي. كان منظر رهيب جدا جدا. وقال لي لما انطونيوس ما تخافش، انت خدمتك حلوة وهتستمر تخدم في العالم. وفي مرة تاني كنت بكلم الست العذراء في الصلاة وبقولها يا من نور، انا والدتي توفت وانا عندي 5 سنين ومش فاكر شكلها، انا نفسي اشوفها. فقالت لي الست العذراء حاضر. وبعد فترة لقيت الست العذراء جات لي ومع امي، ففات جدا. امي قالت لي انا فخورة بيك يا ولدي، انا فخورة بيك. وبعد سنين من وجودي في بوش في مجر الدير الانبا انطونيوس، لقيت الانبا ارسانيوس اسقف المنيا وابو قرصاص بيطردنا نصلي اسبوع الالام وعيد القيامة في كنيسة ماري جرجس بصفة الشرقية بالمنيا. فانا اعتذرت له، فظهر لي الشهيد العظيم ماري جرجس وقال لي تعالى اخدم في كنيستي. فعلا ورحت وفضلت اخدم اكتر من 38 سنة. وفي يوم لقيت صوت ونور في الكنيسة وانا كنت في المبيت، فنزلت اشوف. لقيت الاباء الصواع بيعملوا قداس وحضرت معاهم وتناولت. وشوية شوية بدأت خدمتي تكبر في الكنيسة، وبنعمة ربنا هدينا الكنيسة الصغيرة واتبنت مكانها كنيسة كبيرة. وفي يوم تدشين الكنيسة صار ماري جرجس ومع قديسين تانية علشان يباركوا الكنيسة، وكان يوم كله فرحة. وكانت الخدمة بتكبر وبتتوسع، وانا ما كنتش اتأخر عن اي حد محتاج، وكنت احب الكل واخدم الكل. وفي يوم جالي شاب بيقول لي عاوز 80,000 جنيه علشان كان عايز يشتري عربية. فقلت له يا ابني انا ما عنديش المبلغ دي، اساعدك بحاجة بسيطة. فالشاب زعل وقعد يشتم، وبصراحة انا زعلت جدا وطلعت على جلايتي وقعدت اصلي. فبصيت لي جيت السيد المسيح قدامي بيطبطب علي وبيقول لي انا برضو اعانوني في بيت احبائي. وما سألتش شغله. ولما طلع تلميذي عندي قلت له تعال حط يدك على كتفي وشم الريحة الجميلة مكان يد الرب يسوع. وفي عام 1981 لما البابا شنودة راح الدير زعلت جدا، وقعدت اسبوع اصلي واصوم واطلب شفاعة الست العذراء. وفي نهاية الاسبوع ظهرت الست العذراء وقالت لي خلاص يا ابونا انجيلوس كل شيء هينتهي في خلال 15 يوم، ما تخافش عن بابا شنودة ده ابني. واول لما عرفت رحت بسرعة على قداسة البابا شنودة في الدير وقلت له فرعته، وفعلا ده اللي حصل. ومرت الايام بسلام وانا في الخدمة. في عام 1989 شفت الست العذراء وقالت لي خلاص يا ابونا استعد انت هتتجل للسما خلاص. قلت لها حاضر حاضر يا منور. ابو الناس الفقراء بدأوا يعرفوا الموضوع فهزوا حزن شديد جدا، وقعدوا يصلوا ربنا وصاموا حتى في ال50، وكانوا بيطلبوا من ربنا ان اعيش من اجلهم. فظهرت لي الست العذراء تاني وقالت لي يا ابو اليتامى والغلابه والارامل، الرب يسوع مد في عمرك علشان الكل محتاج لك، فانت اب حقيقي ودي بركه العطاء اللي انت بتعمله. وانا يا اخواتي بقول لكم كلكم لازم تتوبوا، لان الفردوس مجد وفرح وسعاده ملهاش عدود. مرت الايام وتم شراء ارض في منطقه زرحطاطبه عام 1994. فبدأنا في بناء الدير عام 1996 وكنايس وبيت الخلوة ومبنى الجلالي، وده لحد 2006. وقداسة البابا شنودة أعطاني تصريح بالصلاة والإشراف على الدير وأقامت حياة رهبانية فيه. ومرت الأيام وكبرت في السن وزاد علي المرض ودخلت العناية المركزة، وهناك الست العذراء ما سابتنيش لحظة، وجت بالليل ونورت العنبر وأخدتني ولفنا على كل المرضى المتألمين. ومن ضمن الناس اللي كانوا موجودين واحدة غير مسيحية وشافت كل شيء، والعذراء لمستها وخفت، والدكتور كتب لها على خوك تاني يوم، وهي اللي حكت لابن أخويا اللي كان بيجي يطمن عليا.
أبونا إنجيلوس الأنطوني قديس عظيم ربنا عمل على إيده كتير من المعجزات وشفاء لكتير من الأمراض ومعجزات إخراج الشياطين واللي عايزين أطفال. أبونا إنجيلوس اعتمل صليب المرض بكل شكر وجاهد طول حياته وعمل وعلم وقاد كثيرين للتوبة ومعرفة ربنا. ولقد في الرب في يوم الثلاثاء الموافق 14/7/2020 في عشية عيد الأنبا بشوي والأنبا كراس الساقع وأبونا مرقس الأنطوني. ولو عايزين قصص ومعجزات أكتر عن أبونا إنجيلوس الأنطوني قولوا لنا في تعليقات. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد.